الخرسانة بطبيعتها قوية جدا في الضغط، لكن الشد هو نقطة ضعفها الأساسية. يعني ممكن تتحمل إنها تتضغط، لكن أول ما يحصل شد تبدأ المشاكل تظهر. عشان أوضح الفكرة، عملت اختبارين: كاميرا خرسانة فيها 3 أسياخ حديد نص بوصة، وكاميرا تانية من غير أي حديد خالص. أول تجربة سقت بالعربية على الكاميرا اللي من غير حديد وهي محطوطة على الأرض. طبعا مفيش حاجة حصلت لأنها قوية في الضغط، لكن أول ما علقتها من الطرفين ظهر الشد من تحت، وساعتها الكاميرا اللي من غير تدعيم اتكسرت فوراً تحت وزن العربية الجيب. دلوقتي نروح للكاميرا المتسلحة، وجبت لها عربية أتقل بكتير، الإف 250. وجود الحديد فرق جدا لأنه بيعوض ضعف الخرسانة في الشد. الاختبار الأكبر بقى شغلنا عليها الرولر ضخم. اتكسرت حتة صغيرة بس من الجنب، لكن الكاميرا نفسها فضلت ماسكة ومتوازنة. وكمان عدينا عليها تاني وشغلنا الدرام الهزاز، وبرضه استحملت جزء كبير من الحمل رغم قوته الشديدة. وده يورينا قد إيه حديد التسليح مهم وأساسي، لأنه هو اللي بيدي للخرسانة القدرة إنها تقاوم الشد مش الضغط بس. وعلى فكرة، الخرسانة دي كانت لسه طرية، يعني لسه ما وصلتش قوتها الكاملة. قولولي بقى في التعليقات، تتوقعوا كانت محتاجة كام يوم عشان توصل لأعلى صلابة؟ المهندس للاستشارات الهندسية، خبرة تبني ثقة.